هل يمكن أن يستضيف المغرب نهائي كأس العالم 2030 لأول مرة في تاريخه؟ سؤال أصبح يتردد بقوة خلال الأشهر الأخيرة، خاصة مع تسارع أشغال بناء ملعب الحسن الثاني الكبير بالقرب من مدينة الدار البيضاء، المشروع الذي يوصف بأنه سيكون واحدا من أكثر الملاعب تطورا في العالم. تقارير إعلامية إسبانية وأخرى مغربية تحدثت عن نسب متقدمة في الأشغال وعن تجهيزات غير مسبوقة، من بينها شاشة دائرية عملاقة وتقنيات حديثة تجعل هذا الملعب منافسا لأشهر ملاعب العالم. لكن هل تكفي هذه المواصفات ليحصل المغرب على شرف تنظيم المباراة النهائية لمونديال 2030؟ وما الذي يجعل هذا المشروع يحظى بكل هذا الاهتمام؟ في هذا الفيديو سنأخذكم في جولة داخل أكبر مشروع رياضي في تاريخ المغرب، وسنستعرض أحدث المعلومات حول تقدم الأشغال وأبرز مميزات الملعب وفرصه الحقيقية في احتضان نهائي كأس العالم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. منذ إعلان فوز الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال باستضافة كأس العالم 2030، بدأت المملكة المغربية تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى، وعلى رأسها مشروع ملعب الحسن الثاني. الملعب لا يمثل مجرد منشأة رياضية جديدة، بل يعتبر مشروعا استراتيجيا يهدف إلى وضع المغرب ضمن الدول المالكة لأحدث البنيات التحتية الرياضية في العالم. ويقع المشروع في إقليم بن سليمان بالقرب من مدينة الدار البيضاء في موقع اختير بعناية ليكون قريبا من شبكة طرق السيارة والقطارات، مما يسهل وصول الجماهير والوفود الرياضية. وبحسب تقارير إعلامية حديثة، بلغت نسبة إنجاز المشروع حوالي 40%، مع استمرار الأشغال بوتيرة مرتفعة. ويعمل داخل الورش آلاف العمال والمهندسين يومياً، مع توقع ارتفاع عدد العاملين خلال المراحل المقبلة ليصل إلى نحو 10,000 عامل. ويهدف هذا التسريع إلى احترام الجدول الزمني المحدد حتى يكون الملعب جاهزاً قبل موعد كأس العالم بوقت كاف يسمح باختباره واستضافة مباريات دولية كبرى. وأكثر ما يلفت الانتباه هو السعة الجماهيرية الضخمة، فمن المتوقع أن يتسع الملعب لأكثر من 115 ألف متفرج، فيما تشير بعض التقارير إلى رقم يقارب 117 ألف مقعد بحسب مراحل التصميم. وفي حال اعتماد هذه السعة عند الافتتاح، سيكون من بين أكبر الملاعب في العالم. هذا الحجم الكبير يمنح المغرب أفضلية مهمة لاستضافة المباريات الكبرى التي تتطلب حضورا جماهيريا هائلا. المشروع لا يعتمد فقط على الحجم، بل يتميز أيضا بتصميم معماري حديث مستوحى من الخيمة المغربية التقليدية، في مزج بين الهوية الوطنية وأحدث الابتكارات الهندسية. ويتكون الملعب من عدة مستويات للمدرجات، تسمح لجميع الجماهير بالحصول على رؤية ممتازة لأرضية الملعب، كما تم تصميمه وفق أحدث معايير السلامة والانسيابية لتسهيل حركة عشرات الآلاف من المشجعين أثناء الدخول والخروج. الشاشة العملاقة من أكثر الأخبار التي أثارت اهتمام الجماهير حديث وسائل إعلام عن اختيار شركة ألمانية متخصصة للمساهمة في تجهيز الملعب بشاشة دائرية عملاقة. هذه الشاشة ستلتف حول سقف الملعب لتوفر تجربة مشاهدة حديثة، بحيث يتمكن جميع الحاضرين من متابعة الإعادات والإحصائيات واللقطات المهمة من أي مكان داخل المدرجات. وتشير التقارير إلى أن التصميم يستلهم فكرة الشاشة الشهيرة الموجودة في ملعب بمدينة لوس أنجلوس، مع تطويرها لتناسب المشروع المغربي. وإذا تم تنفيذ هذه الرؤية بالكامل، فسيكون الملعب من بين أكثر الملاعب تقدماً من الناحية التقنية. مناطق كبار الشخصيات المشروع يتضمن أيضاً آلاف المقاعد المخصصة لكبار الشخصيات والضيوف الرسميين، كما يحتوي على أجنحة ضيافة فاخرة وقاعات اجتماعات ومرافق إعلامية حديثة، بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم. وهذه التفاصيل أصبحت عنصراً أساسياً في الملاعب الحديثة، لأن تنظيم البطولات الكبرى لا يعتمد فقط على أرضية الملعب، بل يشمل أيضاً جودة الخدمات المقدمة للوفود والرعاة ووسائل الإعلام. مشروع يتجاوز كرة القدم. الأهمية الحقيقية لهذا المشروع لا تتوقف عند تنظيم المباريات، بل يمثل جزءاً من خطة تنموية واسعة تشمل إنشاء طرق جديدة وتحسين شبكات النقل وربط المنطقة بالسكك الحديدية، إضافة إلى تطوير المحيط العمراني.
وبذلك يتحول الملعب إلى قطب اقتصادي وسياحي ورياضي قادر على استضافة حفلات كبرى ومعارض ومؤتمرات ماذا وفعاليات سيستفيد دولية المغرب؟ طوال العام. إذا حصل المغرب على شرف استضافة النهائي فسيكون ذلك حدثا تاريخيا غير مسبوق، وسيجذب مئات الآلاف من الزوار، ويعزز مكانة المملكة كوجهة رياضية وسياحية عالمية، كما سيساهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل وتسريع تطوير البنية التحتية. وحتى في حال استضافة مباريات أخرى دون النهائي، فإن المشاريع المنجزة ستظل إرثا طويل الأمد يستفيد منه المواطنون والرياضة المغربية لعقود. فبين السعة الجماهيرية الضخمة والتصميم المبتكر والتجهيزات الحديثة والطموح الكبير، يسعى المغرب إلى تقديم نموذج جديد للملاعب العالمية. ومع استمرار الأشغال واقتراب موعد كأس العالم 2030، ستتجه أنظار العالم أكثر فأكثر نحو هذا المشروع العملاق. لكن يبقى السؤال الذي نطرحه عليكم: هل تعتقدون أن ملعب الحسن الثاني هو الأجدر باستضافة نهائي كأس العالم 2030، أم أن ملعب سانتياغو برنابيو يظل الأقرب لهذا الشرف؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، وإذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات. وإلى اللقاء في فيديو جديد.